شفت وصلني هواك الوين. شفت وصلني هواك الوين. هاي، ازيكم يا جماعه؟ انا آية، والنهارده انا هجرب حاجه غريبه جدا قدام الكاميرا. طبعا بما اننا في عز الشتاء وكلنا متكتكين ونفسنا نجرب حاجات جديده، قلنا نجرب ترند دلوقتي ظهر في سويسرا. بما اننا زينا زي السويسريين بالظبط، عايزين نجرب هوت شوكليت اماراتي. ايه اللي دخل الامارات لسويسرا؟ هنعرف القصه كلها دلوقتي. الهوت شوكليت دي يا جماعه اتشهرت في سويسرا وقت منتدى الاقتصاد العالمي. كان في كشك صغنون كده قدام المنتدى، شاف اماراتيه كانت بتعمل فيه هوت شوكليت. طبعا سويسرا مش معروفه غير بالشوكولاته، فازاي واحده اماراتيه ممكن تعمل هوت شوكليت هناك تعجب الناس؟ الشيف الاماراتيه دي يا جماعه عملت الهوت شوكليت بتويست اماراتي، حطت فيها انجريدينتس عربي اماراتي مختلفه جدا. حطت ايه؟ حطت فانيليا، حطت حبهان، وحطت زعفران. طبعا اي حد سمع عن الزعفران ده المفروض انه ايراني وغالي جدا، فاحنا جربنا نعمل الهوت شوكليت دي بالريسيبي بتاعه الشيف الاماراتيه عشان نشوف طعمها حلو ولا لا. ادوق يلا قبل ما تبرد. يلا يا جماعه بقى ندوق. يا لهوي ده حبهان خالص. طيب هو انا عامه كنت متوقعه ده. هو الحبهان عامه بيتحط في اي حاجه بيغير طعمها. انا مثلا بحب قوي الشاي كرك. الشاي كرك بيتعمل بحبهان، ده برضو اماراتي. اي حاجه بيتحط فيها حبهان، او مثلا في السعوديه بيحطوا في القهوه حبهان. انا بحب طعم الحبهان عامه، بس انا بالنسبه لي دي حاجه مختلفه جدا عن الهوت شوكليت الطبيعيه. انا مش بشرب هوت شوكليت احنا متعودين عليها بتموع النفس، لا دي حاجه سبايسي كمان. طبعا في سويسرا دلوقتي درجه الحراره 7 تحت الصفر، فاي حاجه تتشرب يكون تطلع دفع، تبقى سبايسي، تخلي الواحد وشه كده يصهد، بالنسبه لهم دي حاجه يعني حلوه جدا. دي مش حاجه انا هعملها عادي في البيت، بس يعني ممكن اعملها بس اقلل الحبهان. يعني انا مش ضايقه الزعفران بصراحه، ومش ضايقه الفانيليا، عشان برضو يعني اي حاجه هتتحط جنبها الحبهان بيخلي الطعم يروح خالص. بس عجباني، يعني انا حاسه ان انا لو انا بردانه في درجة حرارة 7 تحت الصفر ولابسة تقيل ومتكتكة بره منتدى الاقتصاد العالمي، اعتقد هبقى عايزة اشربها. انا بقى تحفة بجد. يا جماعة انا عامة في الطبيعي لما بحب اشرب هوت شوكليت وعايزة انوع، بحط على الهوت شوكليت منت، ايذر بقى بحط منت ليفز او بحط سيرب نعناع. فممكن تقولوا لي انتوا لو هتعملوا هوت شوكليت مختلفة تحطوا عليها ايه؟ في ناس بتحط ويب كريم، في ناس بتحط كراميل، في ناس بتحط هيزل نت. اللي ما جربش الهوت شوكليت بالحبهان يجربها ويقول لي هو رايه فيها ايه. الحلو يا جماعه في الهوت شوكليت دي انه ده ما كانش، يعني دي مش حاجه تلاقيها في الامارات عادي، ده اختراع من الشيف. البنت اللي كانت عامله الكشك ده في سويسرا هي اماراتيه، وعندها محل، هي اصلا سيلف توت شيف، وعندها محل في الشارقه اسمه بيبر فيج. فهي ده بالنسبه لها كان اختراع. هي كان نفسها تميكس ما بين حاجه اوثنتيك قوي في سويسرا اللي هي الهوت شوكليت، وتجيب حاجه فيها الروح الاماراتي. فانا بصراحه شايفه ان دي حاجه بيرفكت، وما خدتش حاجه مختلفه جدا عن اللي هم يعرفوها. هي خدت حاجه هم فاميليار بيها، وحطت بس تويست صغنون اماراتي يخلي الفليفر تبقى مختلفه واليفيتد. طب يا جماعه الامارات حطوا حبهان في الهوت شوكليت، لو احنا بقى كمصريين نحط على الهوت شوكليت حاجه، يا ترى هنحط ايه؟ فكروا معايا كده. كشري، شويه كشري على الهوت شوكليت، تونسي، مغربي. انتوا شايفين يا جماعه الهوت شوكليت دي ممكن ايه التويست العربي اللي نحطها عليها غير طبعا الحبهان، لانه خلاص الامارات خدتها؟ قولوا لي تحت في الكومنتس ونتكلم مع بعض.